في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي تسطب برنامج الاكس باند وتبدأ ان انت تفعله على اف ال ستوديو اللي هو برنامج التوزيع الموسيقي. طبعا النسخة بتبقى مضغوطة، بفتحها بفك الضغط منها. طبعا نستناه لحد ما يحمل خالص، كل واحد بيبقى حسب سرعة الجهاز بتاعه. كده نزل اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نشيل دي كده، هنجيب البرنامج هنا، هبدأ ان انا افتح كده ونبدأ نسطب. نختار نيكست، نسيت بيظهر لنا دي كده تحت، نبدأ نجيبها. تظهر بالشكل ده، تك عليها نستيل. استنى عليه لحد ما يحمل. هنا هو بيقولك تقفل ولا تراستر الجهاز. احنا طبعا هو يفضل ان انت تراستره، بس احنا هنعمل كلوز عشان خاطر الفيديو. نتك كلوز، هنختار، هنشوف الكراك بتاعه فين. الكراك اهو، كراك. لو انت نسختك 64 يبقى الكراك ده، نسختك 32 يبقى الكراك ده. انا نسختي 32. هاخد ده كده كوبي وهخش على ماي كمبيوتر، هختار المكان اللي محطوط فيه السيستم بتاعي. هخش على بروجرام فايلز، هبدأ اشوف البرنامج فين. البرنامج هو ده اهو، وهحط ده كده كوبي باست مكان دوت اهو، كونتينيو. وبعدين انا كده كده واخد النسخة كوبي. هخش هنا اشوف الفي سي تي بلجنز اهي، وهحطها برضو هنا، وابدأ ان انا اخش على البرنامج بتاعي. انا لسه برضو مسطب البرنامج، وحبيت ان انا اشارككم طريقة التسطيب بعض البلجينات. فطبعا ممكن البرنامج لما يجي يفتح يبدأ يعد البروجكت اللي هو الاساسي اللي فيه. هيفتح معايا الطريقة ديت كده. الاكس باند انت ممكن لو ما ظهرش هنا ممكن بتعمل سيرش، هو هنا اهو ظاهر، بعمل عليه علامة نجمة عشان انا حطيته في في سي تي بلجنز، فبقى تبع البلجنز اللي محطوطة. تمام. واقوم داخل هنا اهو، هبدأ ان انا الاقيه اهو، هيشتغل على طول. يبقى كده الكراك اتظبط والدنيا اتظبطت. ظهر كتابة عليه يبقى الكراك ما تحطش فيه. زي ما انت شايف كده اهو، البرنامج ظهر وفتح معانا، مفيش اي كتابة ولا اي حاجة. نبدأ ان احنا نسمع الاصوات بتاعته، ونبدأ ان احنا نشوفها.
لان البرنامج بجد لازم يملكه كل موزع. انا البرنامج ده حطه بسعر رخيص جدا، يعني 50 جنيه، ان انت تمتلك البرنامج بالكراك بتاعه ويكون كامل بالاصوات بتاعته. زي ما انت شايف اوبشن الاصوات كتيرة جدا، في سوفت بادز وكلها جودات عالية. دي بتبقى حاجات جميلة جدا ان هي تتحط تحت التوزيع بتاعك، بتدي احساس وخيال. ده بالنسبة للسوفت بادز. طبعا لو قعدنا نجرب كل ده فمن هنا لبكرة، فانا هجرب الاصوات اللي هي ايه اللي احنا عارفينها زي الجيتار والكلام ده، كل دي حاجات جيتار. ده الكتريك. كمان في اسلوب في البرنامج نفسه ان انت تقدر، لو انا مثلا عملت كده واخترت دي، ممكن يلعب لي تكنيك كده حسب ما انا مختار، بيبدأ يلعب لي من السلم. طبعا من هنا بقدر اوطي على نفس السرعة، يعني بخليه بدل ما يبقى حتة واحدة على نفس السرعة، بس بدل ما يبقى مثلا كذا ضربة في مكان واحد يبقى نصهم مثلا. طيب تعالى نسمع اصوات الكمان. ده بالنسبة للجيتار، طبعا عشان في ناس بتدور على اصوات جيتار كتير، فالبرنامج ده فيه اصوات كويسة جدا، يعني تقدر ان انت تطلع منها نسبة 70% من الجيتار الحقيقي. كمانجات، زي ما انت سامع صوت الكمانجات، تعالى نعيش فيها شوية.
طبعا كل اللي انا بعزفه ده ارتجالي، يعني انا بعزف بكيبورد الكمبيوتر اصلا. انا بجيبها لك، يعني بحاول اجيبها لك من الطبقه الاوكتاف الاعلى والاوكتاف الاوطى، بحيث ان انت تشوف البرنامج. كمان في صوت كمان انا بحبه جدا هنا اهو، سلو وولين. صوتها خيالي بجد. تقدر كمان ان انت تضيف بعض الاصوات معاك تاني هنا، على يعني بدل ما تضيف من لايرز بره ممكن تضيف هنا، وممكن تفصل حاجات. يعني ممكن تعمل زي نظام اوركسترا هنا، يعني مثلا ممكن اجيب الكمان ديت مع الكمان ديت. انا بختار عشوائي كده في سترينجز. تبدأ بقى توطي من هنا، تشيل الصدى من هنا، تزوده، تبدأ تجيب سماعة يمين سماعة شمال. في البرنامج سهل وإيزي معاك. ومن هنا طبعا الماستر الأساسي بتاع الصوت، ومن هنا بتقدر تتحكم في صوت الآلة، دي عايزها أعلى دي عايزها أوطى. تعال نتعرف على الدرام بتاع البرنامج الجاهز، لأن بجد يستحق التحميل. تقدر تتحكم في السرعة على نفس التيمبو، من هنا تخليها مثلا بدل 8 مثلا، هتبقى أبطأ شوية على نفس التيمبو. ممكن نبطئها أكتر، يعني ممكن تبني بار كبير يعني ممكن مثلا أبدأ بالبطيء، وبعد كده في التيك التاني اللي أنا هطلع ممكن أخليه 16 يبقى على نفس السرعة، فالموضوع بيبقى جميل جدا. بس لازم دي تبقى شغالة، عشان لو فصلتها هيشغل لك خامة واحدة. ده بالنسبة لللوب الجاهز. كمان في درام، يعني انا بص يعني هو بيبقى عاملها على 16، فانت بتقلل السرعة. لو مثلا عاملها على 90 ولا حاجة وعايز تخليها على 8 براحتك، فانت بتشوف بتحط حتت كده وحتت كده، وهي كلها بتبقى ماشية مع التيمبو، لان انت مش محتاج تظبط حاجة في البرنامج عشان يبقى ماشي مع التيمبو بتاعك. انا كل اللي بعمله بعمل كده، بشوف البيانو رول متحدد فين عندي، يعني مثلا بفتح كده اهو اشوفه متعلم فين عندي اهو. ببدأ احط كده على مزورة واحدة او مزورتين، يعني انا بحب احط في الاكس باند مثلا على مزورتين او 4، بحيث ان هو لما بيجي يتكرر مش بيبقى فيه تقطيع ولا اي حاجة. تعالى نسمع كده. طب لو عملناها بنفس السرعة، نزلناها 8، ممكن اخش كده بقى فاهم، وبعد كده او مزود بقى ايه السرعة. تعال نسمع اشكال تانية.
جودة رائعة مع اضافات من عندك كده، هيهات وبتاع، وتظبط هتعمل ايقاع شكل احترافي جدا، لان ده بيديك خيال. يعني هو الدرام عبارة عن درام غربي، طبعا في درام اهو جاهز ان انت برضو الكواليتي بتاعه مش بطال، جميل جدا. تقدر بقى مثلا ترص قلب بقى من هنا. ممكن نبني يعني، عملنا كده مثلا، خدنا البرنامج يا رب اكون شرحت لك البرنامج بصورة كافية وعرفتك عليه. طبعا في حاجات كتيرة، اللي عايز البرنامج يبعت لي واتس، هتلاقيني سايب له رقم الواتس اسفل الفيديو. اول ما هيبعت لي ويقول لي تمام، هبدأ ان انا احمل له البرنامج وابعته له. تقدر تعيش في البرنامج وتنتج مني وحاجات كتيرة، لان بجد في اصوات كتيرة كويسة. يعني انا ممكن ابقى بعمل التوزيع كلها من البرنامج دوت، اجيب الدرام مثلا اظبطه، ابدأ اختار كذا بلجن تحت بعض اكس باند، وابدأ ان انا اختار البيانو. في كمان بيانو جميل جدا هنا. البيانو طبعا عايز يعني هنا اقدر برضو اقلل، اخلي الكورد سترينجز، يعني مثلا لو بطأت 70 نسمع كده مثلا، خلي كده. تقدر بقى تقلب من هنا، تختار الطريقة اللي انت عايزها، فالموضوع سهل وايزي. تمام. ده صوت البيانو. انا هسيبكم تعيشوا مع البرنامج. اللي عايز البرنامج زي ما قلت لكم هتلاقي الواتس بتاعي اسفل الفيديو. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.